اهلا بحضراتكم ولقاء يعني انا اعتز بيه مع الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح لمنصب رئيس الجمهوريه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا استاذ محمود. يعني تعالى نبدا من النهارده. كنت حضرتك موجود في مظاهره طلعتوا المهندسين لغايه التحرير، في مصطفى محمود لغايه المهندسين لغايه التحرير. يعني بص لي على النهارده كده. الحقيقه اعظم مكان في النهارده ان ده صوره طبق الاصل ل 25 يناير او ما بعد 25 28 يعني هو 28 على وجه التحديد، لان هو اللي حصل فيه مظاهرات من كل حته وتلاقت كلها في التحرير. وكانت صوره الميدان النهارده لما رحت الميدان الحقيقه صوره مصر لم يغلب على الحاله التحريريه، ودي كانت في كل الميادين من خلال متابعاتي الاعلاميه. صحيح. لكن انا كنت في التحرير ولقيت كل المصريين هناك بكثافه تكاد تكون تساوي كثافه 11 فبراير اللي سقط فيها الرئيس المخلوع. ودي الحقيقه رساله ان الشعب المصري ما زال يقظ، ما زال حريص على ثورته، لن يسمح بافشال ثورته او الالتفاف حولها او حول ما تبقى من اهدافها. والكلام برضك اللي اتقال قبل المسيرات ان مخططات تخريبيه اللي مش عارف حاجه غريبه ما بيتعلموش. يعني رساله تاني ان الشعب المصري قادر ان يعبر نفسه بهذه الملايين الكبيره محافظا على وطنه وعلى سلامه وطنه، وان ما حدث من تخريب في المرات الفائته كلها كان تنظيم اللي انا قلت عليه تنظيم البلطجيه، تنظيم حسني مبارك كان بيعتدي علينا فيه. الثوار ما لهمش علاقه خالص، وشباب مصر والشعب المصري. بس يا دكتور هم الحقيقه قدروا ياثروا على الناس. يعني في بعض الناس كتير دلوقتي في البلد يعني بقوا متضايقين من الثوار ومن الثوره والزحمه والمشاكل، وبيوقفوا عجله الانتاج وبيعملوا مش عارف ايه وبيعملوا. عايزين نوصل بالمفهوم الحقيقي لما يحدث للناس، لان الامور حصل فيها تخبط جامد قوي. انا برضك مساله الضيق لا شك ان في مساحه عندها شويه ضيق، لانه بيخدعوهم ويصوروا لهم ان ازازه الزيت اللي بقت ب 13 جنيه سببها ال10 اشهر وسببها الاحتجاجات. خداع فظيع. وكأن 30 سنه من الفساد والغلاء والضنك والانهيار الاقتصادي اللي صنعه النظام السابق ليست هي السبب مما فيه. لكن ال10 11 شهر دول. الحاجه الثانيه ان النهارده ايضا الرساله، النهارده دي رساله لان الموجودين في ميادين مصر دول كلهم ما في واحد من كل اسره. هذه الاعداد الكبيره لو ان في مليون ولا في 2 مليون يبقوا يمثلوا 10 15 مليون. يعني لو في ضيق شعبي ما كناش نلاقي الاعداد دي. بعد مرور سنه هم من الثوره ما كانش الناس دي نزلت. ما الناس دي منين؟ دي ناس مصريين. طب مين دول يا دكتور وبيعملوا كده ليه؟ يعني مين دول اللي بيعملوا كده ليه؟ احنا طبعا مش هنقول الله والخفي، احنا عارفين. فعشان نفهم الناس برضو الامور تبقى واضحه لازم نقول مين دول وبيعملوا كده هدفهم ايه؟ في ناس موجودين دولاب الدوله اذا كان في الاجهزه الاداريه في الدوله الرؤوس غيبت او عدد من الرؤوس عدد مش كلها غيبت، مش كلها، لكن ما زال بقايا الرؤوس وعدد موجود في دولاب الدوله في مختلف المؤسسات بيعمل ضد الثوره وبيعمل ضد اي محاوله للتطوير، وده اللي محتاج لاستكمال عمليه التطهير سواء على مستوى الاجهزه المختلفه. وده لا اطلب به السلطه العابره سواء كان مجلس وزراء او مجلس عسكري، دي سلطه عابره مش هيقدر يقوم بده ولا ينفع يعمل ده. انا عشان كده عاوزين نخلص من اقامه نظامنا السياسي، لان دي مسؤوليه البرلمان الجديد ان يفعل هذا ومسؤوليه النظام السياسي المنتخب الجديد. ودي اهميه التعجيل بانهاء تاسيس نظامنا السياسي. وده يخليني اسالك عن رؤيتك للبرلمان الجديد في اول ايام، وطبعا حضرتك تابعته اكيد وشفت اللي حصل فيه، وجالك انطباع عن شكل البرلمان كيف سيكون؟ انا اتمنى، انا يعني من الصعب ان الواحد يحكم عليه من الان، لكن كنت اتمنى ان يبادر هو وان كان يعني لم يستكمل، هو لسه في جلسات اجرائيه سواء جلسات انتخابات اللجان والحاجات واللجان لم يستوعبها، لكن جلسه اللي ناقش فيها موضوع الشهداء ومحاكمتهم الحقيقه كانت جلسه تتسم بقدر من المسؤوليه من كل الاتجاهات اللي كانت موجوده في البرلمان اللي كانت امبارح. ايوه. انا اتمنى ان يستحضر مسؤوليته الوطنيه تجاه الحفاظ على الثوره، وده كلام هو اعلنه بس يحتاج لممارسه. اتمنى يعني انا اتمنى ان يمارس كبرلمان وهيئه تشريعيه ورقابيه اداء برلمانيا مختلف. ده مش البرلمان المزور اللي كان بيعمله احمد عز وعصابته، ده برلمان مفروض يعلم جيدا انه جاي لخدمه شعبه، جاي لتحقيق مصالح الوطن، جاي ليصدر تشريعات تحقق
صحيح، اهداف الناس تحقق اهداف الثوره والطموح اللي عند الشعب كله والهدف من التغيير. فانا اتمنى ان يفعل هذا. بس يعني هو تردد. يستطيع ان يعيد النظر في قوانين الاعلام لتطهير الاعلام. خلال اليومين اللي حصلوا دول يا دكتور بدات الناس تقول ده شكل جديد من الحزب الوطني، لانه بيستولي على كل اللجان وبيستولي على كل حاجه، عايز يكون كل حاجه جديده، حزب العداله حزب الحريه والعداله. انا يمكن مش ما اكونش مع ده، لان الفارق يعني دعك ان احنا ممكن ننقده في الطريقه، لكن الفارق بين الحزب الوطني جاي بالتزوير وجاي ضد اراده الشعب، وده الانتخابات في النهايه جايه باراده شعبيه. مفيش كلام طبعا، مفيش كلام. لازم نحترم هذه بس ما مش معنى الاراده الشعبيه كونوا في الاداء بقى زي ما حضرتك بتقول يا استاذ محمود، كونوا في الاداء بتاعه يجب ان يراعي، ودي مسؤوليه الاغلبيه في اي وطن. ان ليس معنى الاغلبيه انني استطيع بالتصويت اخذ كل حاجه، لا، ده مسؤوليتها ان تحدث وتحافظ على حاله التوافق الوطني، لان دي اللي هنمشي بيه بالظبط. يعني والا الاخرون سيتحولون عقبه امام الاغلبيه. ما انا اذا لم استوعب، اذا جاز التعبير، الاقليه ايا كان، حتى لو الاقليه 45% والاغلبيه 55 واستعرضت عضلاتي بال 55%، انا هحول ال 45 العقبه امام ادائي. فمن الرشد والحكمة ان انا استوعب الباقين، واستيعابهم لا يكون بالكلام الجميل، يكون بمشاركتهم وما الى ذلك. انا اتصور ده تم في انتخاب الرئيس والوكيلين، يعني ما تمش. التوزيعه كانت كويسه، كانت جيده مقبوله. اتمنى، وهم اجلوا لما حسوا بالغضب، وده شيء جيد برضه كونهم يتجاوبوا مع غضب الاقليه، فاجلوا انتخابات اللجان للاسبوع القادم عشان يظبطوا الحكايه لانفسهم وقت لاحداث التوافق، لان هم يجب ان هم اعلنوا هذا، بس ارجو ان هم ينفذوا ان التوافق هو الوسيله لانقاذ الوطن وتحقيق اهدافه. انت كان ليك رايين يا دكتور، ده رايي انه انت رايك ان جماعه الاخوان المسلمين ما يجبش تعمل حزب، ويجب تظل يعني ده رايي. نعم. جهه دعويه يعني دينيه، حاجات زي كده. ومع ذلك انت رحت باركت لهم بحزب الحريه والعداله لما نجح وجاب الرقم الكبير دوت. طبعا. يعني انت مضطر تبارك لهم لان هم يعني قرروا كده. لا لست مضطر، انا لست مضطر لاي شيء. لكن انا دائما بحاول اجتهد ان الشعارات الجميله اللي احنا بنقولها نحولها لواقع. لما نقول ان الخلاف لا يفسد للود قضيه، صحيح، انا مختلف مع الموقف ده، لكن هذا لا يدفعني الى عدم الود مع اي حد. انا مختلف مع الحزب، مع اليسار المصري، لكن ذهبت وباركت لهم. حزب الشعبي، لا بس انت ممكن تكون مختلف في الرؤى، لكنك هنا مختلف في الفكره اصلا. لا مش أن اصلها حزب سياسي. ان لا الفكره من اصله. انما يعني اليساري او الليبرالي انت مختلف مع حد فيهم، فده اختلاف. ده اختلاف اشد ساعات. الخلاف الاولاني اشد، بس الثاني الاولاني خلاف اداري عشان ابقى امين معاك. الفكره انا مختلف في الاداره، الفكره خالص، في مساله اداريه. ان هل الاخوان، لا مش اداريه، ده توجه تاني خالص. الاخوان يعملوا حزب ويبقى فرع منهم هم او غيرهم. طب ما انا باركت الحزب النور وهو عمل نفس الحكايه، تيار سلفي دعوي عمل حزب. وانا اتمنى من اخواننا ان يراجعوا المساله دي، لان انا بقولها لصالح الوطن ولصالح الدين. هذه المساله ليس فيها شيء ولن تغير شيئا في النهايه، بس يبقى حقيقه لما نقول ان الحزب منفصل عن المؤسسه الدعويه، يبقى احنا صادقين في كلامنا. مش يبقى منفصل ومفيش حاجه بتتم في الحزب الا باذن. مش هيحصل. هو ده بس واقع الامر مش هيحصل. والله احنا ليس امامنا، يعني الناس على طول بتتكلم على ان ذراع الاخوان ما ده الواقع. مش هيحصل، ده هو غير حاصل اصلا. طبعا مش بقول مش هيحصل، غير حاصل. ان ده امتداد وده ليس لصالح لا الدعوه، وده هيبان، لان في تجربه موجوده في الاردن، نفس تجربه مريره، وادائها لغايه دلوقتي عامل ازعاج. فهو الباب من باب المصلحه، وهذا التمييز تمييز وظيفي ليس تمييز فكري. ما الانسان بيظل سواء كان يساري او اسلامي بيظل يعمل بافكاره، سواء كان طبيبا او اعلاميا او حزبيا او دعويا، ما بيتخلاش عن افكاره. بس ده تمييز وظيفي. صحيح. تمييز وظيفي. وده لصالح الوطن الحقيقي. بس انت تخشى من هذا التحول من حاله دينيه دعويه الى حاله سياسيه. انت الان من الحكايه دي حزبيه سياسيه. طبعا سياسيه يعني. لان انا كنت اتمنى وما زلت، وانا عندي ثقه ان ده سيحدث حينما تستقر اوضاع الحركات الاسلاميه كلها، لان انا الكلام ده ينطبق على كل الحركات الاسلاميه، ليس حركه الاخوان فقط، ان تتحول هذه الحركات الى حركات حاضنه للمجتمع،
حركات مساهمه في العمليه التنمويه للمجتمع بعيدا عن المنافسه الحزبيه، وده يجعلها اكثر اقترابا من الوطن واكثر اقترابا من الناس، لانها ما بينافسوش حد، ونترك المنافسه للعمل الحزبي. يعني هذه لمصلحه الدين ومصلحه. وبعدين يعني انت معنى كده مش عايزهم يلعبوا سياسه؟ مش عاوز يلعبوا حزبيا، اصل يلعبوا سياسه بمعنى ما هو اللاعب السياسي هو الحزب، لكن يمارسوا سياسه. ده اللاعب بالكلام. لا يعني قصدي اقول حزبي يعني سياسه. لا، ما هو حينما تقوم جماعه الاخوان المسلمين وهي بعيده عن العمل الحزبي وتقول اننا نرى ان تزوير الاراده الشعبيه يخالف القيم الاسلاميه، لما يقولوا كده حد يقول لهم انتوا بتتكلموا في السياسه؟ لا بس ده عمل بيتكلموا في السياسه. في السياسه بس مش في الحزبيه. ليس في الحزبيه. حينما يقول وبالتالي ما يمسكوش مناصب وبالتالي كذا وبالتالي كذا وبالتالي كذا، مع استقلال الاوطان وضد تدخل اي اجنبي في حق اوطاننا. هذا موقف سياسي بس مش موقف حزبي او مش اداء حزبي. عشان كده انا بقول فصل الدعوي عن الحزبي وليس فصل الدعوي عن السياسي. محدش يقدر يفصل الدعوي عن السياسي. ازاي يفصل؟ لكن عن الحزبي ممكن يفصل عن العمل السياسي، عن العمل الحزبي السياسي. يعني العمل. لا انا ما بغيرش. يعني انت عايز تخليهم زي الازهر كده. يعني بالظبط. يعني هيئه دينيه، هيئه وجهه دينيه. أيوة. وبتقول رايها فيما يحدث. ما هي الازهر مؤسسه دعويه رسميه. والاخوان وما بتلعبش السياسه بس تقول رايها. ما بتلعبش السياسه. انا اقصد اقول ما بتمارسش عمل حزبي عشان احدد. يعني فضيله شيخ الازهر لما يطلع وثيقه يقول اللي احنا جمعنا فيها مشكورا ومضينا عليها، ماشي الحال كده. وثيقه الحريات اتكلم على حريه التعبير وحريه البحث العلمي والابداع والفن. هذا كلام مرتبط بالسياسه لكن مش مرتبط عن الحزب. ما بيقولوش عشان يكسب اصوات في الانتخابات اللي جايه. ما بيقولوش عشان الازهر ليه مرشحين في البرلمان. بيقولوا نوع من انواع المشاركه، بيقولوا بالحفاظ على الوطن، لان دي مبادئ عامه لا خلاف عليها وهكذا. انا عندنا شويه عناوين كده حضرتك قلتها، ما اعرفش هتبقى قلتها ولا لا، بس تعالى نبدا بسؤال كده ورد عليه حضرتك بعد الفاصل. انت قلت ان هناك من المرشحين من هو رجل مبارك. من هو يعني ممكن ان يكون من المرشحين او بعض المرشحين سواء الموجودين او اللي هيوجدوا، انا ما اعرفش لسه، لكن على الاقل الموجودين طبعا فيهم رجل مبارك. طبعا امال ايه؟ طبعا فيهم. انا ما بحبش اقول اسماء من باب اللياقه الادبيه، لكن طبعا الناس كلها تعرف هذا وحضرتك تعرف كده. انا عارف وانا عارف بس لما تيجي منك انت دي تفرق. لما تيجي من حضرتك تفرق. هو لو ما كنتش انا مرشح كنت اقول. انا بس اللي مانعني من هذا انني مرشح، واللياقه الادبيه ولياقه التنافس مرشح مستند وخلق التنافس يمنع الانسان. طب ونبي ريحنا يا دكتور، لان انا بسال السؤال ده للناس. اتفضل. رجل مبارك المرشح في المجموعه، وطبعا اعتقد كل الناس عارفينه، انه هذا الرجل مرشح نفسه معتمدا على ماذا؟ وستك ممكن تشرب العصير ونعمل فاصل لغايه ما تفكر في السؤال.